تمشي بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد. بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها، شوارعها ونيلها وناسها الجدعان. في أماكن هفة على بالك تاخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك تاخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت في ام الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، نفتهم من محافظة لتانية، بلد صاحية ليل ونهار. الحقيقه انا سعيد جدا وانا بسجل الفقره دي من برنامج اسكندريه تاني، وكنا دايما في كل مره بنتفق معاكم ان اللي هيرجع اسكندريه تاني الافكار الجديده، الافكار الخلاقه، الافكار ممكن تبقى غريبه شويه لكن لذيذه وممكن يكون ليها جذب سياحي. ايمن واحد من سواقين التاكسي هنا في اسكندريه، لكن هو حد غير عادي، دماغه غير عاديه. هو فكر ان هو ازاي ان هو يعني يعمل التاكسي بتاعه مختلف. تخيلوا الجو لما تركب تاكسي كده وبتنادي على سواق تاكسي، وبعدين بتركب وبتلاقي التمساح ده بيقابلك وحواليك جو، يعني ايمن متعمد ان هو يعيشك في جو اسطوري، جو حديقه حيوان، جو غابات استوائيه، حتى لبسه كمان مميز. ايمن اهلا بيك، برحب بيك. قول لي بقى يعني اول ما فكرت ايه اللي جاب بالك بقى عشان تعمل التاكسي بتاعك مختلف؟ والله انا من نوبه ومقيم هنا من صغري، بحب الحيوانات وبحب عاشق للميال برضك لمحمد الفنان محمد منير، واي حفله بخشها له. والتاكسي ده يعتبر زي بيتي واكتر من بيتي، ان انا بحب اعيش في التاكسي اكتر ما بعيش في بيتي اصلا. تمام. ومهتم بالنظافه بتاعته، وبرضك لازم انشط السياحه، لازم. بس للاسف برضك في ايه، في بتوع ضباط المرور بيجوا يعلقوا لي يقولوا لي لا ده كده غلط، ده المفروض التاكسي بيبقى انضف من العربيه الملاكي، ان ده سياحه. يعني عايز اقول يعني يمكن ايمن بياكد على نقطه ان احنا الافكار الحلوه بتشد. يعني كلمني ايمن، اول ما بدا يعني رتبت التاكسي بتاعك، اكتر اول حاجات رموز حبيت انك تحطها، يعني كنت حاطط ايه وايه وايه زي ما انا شايف كده؟ والله خشب الشجر، تماسيح، حيوانات، عندي قط بري، التعابين، السناجب، الحاجات دي ميال ليها قوي انا اصلا. احساسي بقى الراكب اول ما ركب معاك كده وفجاه لقى نفسه حواليه تمساح وسنجاب وحاجات، قول لي بقى، احكي لي بقى. يقول لي ممكن اخد رقم تليفونك؟ اقول له اتفضل الكارت. وبيصور التاكسي مره ومرتين، بلاقي العميل برضك بيتصل عليا مره ومرتين. يعني منها برضو الفكره الحمد لله يعني عملت رواج سياحي لذيذ، وفي نفس الوقت خير بالنسبه لك. تمام. انا معايا اجانب برضك متصورين على الموبايل بتاعتي برضك ومبسوطين قوي يعني، وكل بدل مره ما يتصلوا بيا بدل ما يتصلوا بيا. ما حدش اتخض يا ايمن كده ان هو يركب؟ لا اتخضوا ياما قوي الصراحه يعني. وكنت بتقول لهم ايه بقى، او بتحاول تخفف عنهم ازاي او كده؟ لا هم بيقولوا لي عقبال ما نوصلوا السكه كنا احنا ايه اتفرجنا على التاكسي كله. قالوا لي انت مش سايب لولا حاجه لولا ما حطيتها، حتى خشب الشجر حطه. يعني استاذنك برضك تبص برضك على انا شايف حاجات جميله جدا، يعني في خشب شجر اهوت، وفي حاجات زي فيله وحاجات سنجاب وجزء من ده ثعلب او حاجه ولا؟ لا ده قط بري، قطط بريه مش كده؟ او اللي في السقف ده تمساح برضك. تمساح يا خبر ابيض، تمساح في السقف وتمساح معايا. بجد فسحه جميله يعني. ممكن يعني اسعد بيك والله. يعني عايز اقول لحضرتك يعني يمكن توافقنا الراي في المقدمه في الاول ان الافكار دي بتفرق قوي مع اسكندريه. يعني السائح لما بيجي يقول لك لا ده في دماغات حلوه قوي يعني. طبعا دي عندنا في اسوان متوفره قوي يعني، دي ثروه ديت يعني. لو كل واحد يجيب التمساح ويحنطه وياخد الجلد بتاعه، دي ملايين تخش البلد، دي ملايين. يعني احنا محتاجين للافكار يا ايمن. محتاجين للافكار طبعا. بلدنا جميله قوي. وكان دايما يتقال مثلا ان احنا معامله سواق التاكسي للاجنبي او للسائح الداخلي بتفرق قوي، لما بيرجع بلده بيتكلم عننا. تمام. لا مش كله العقول غير. انا بدل مره مرتين بيركبوا معايا السياح الصراحه وبيتبسطوا مني قوي، ما فيش اي كلام الصراحه.
وهو قاعد بقى وسط التماسيح دي والحاجات دي، بتشغل له ميوزك معين يقدر طبعا بتعيشوا الجو زي ايه بقى؟ عندي بوب مارلي، ارنيكي جلاسس، عندي ممكن اسمعك برضك. جميل. انا نفسي عايش احنا مع سواق تاكسي جامد قوي يا جماعه بصراحه، يعني الجو ده التماسيح والحاجات اللي حوالين دي كلها والمزيكا كمان مختارها، وفي ثقافه سياحيه جميله عنده. ايمن تختم بايه وتقول ايه واحنا يعني المستوى الشخصي وعلى المستوى العام امنياتك في 2017؟ امنياتي 17 خلي بالكم مصر وكلنا قلبنا يبقى على قلب بعض، بس كده مش هقول الا اكتر من كده. خلوا بالكم من مصر. اخر ختام لايمن سواق التاكسي المتميز جدا، وانا معايا التمساح وبختم وانا معايا التمساح، مش خايفين لان احنا حاسين ان اولاد اسكندريه بيفكروا لاسكندريه. ابن النوبه هنا في اسكندريه عمل تاكسي مختلف جدا، كانه جنينه حيوانات متنقله. ايمن بشكرك جدا واتمنى كل التوفيق. احنا اسعد يا فندم، احنا اسعد وانا اسعد بلقائك. اسكندرية بحرك عجايب، يا ريت ينوبني من الحب نايب. يا اسكندرية بحرك عجايب، يا ريت ينوبني من الحب نايب. تحدفني موجة على صدري موجة، والبحر هوجة والصدمة طايب.